إذا أردت سيد أيوب قرة تعلق على ما قيل من نقاط. سيدتي العزيزة، اتفاقية سايس بيكو اللي حكوا عليها نصت على انه يكون دولة من دولة شرق الأردن ودولة غرب الأردن. فإذا يعني اليوم اللي 90% من سكان الأردن هم فلسطينيين، أصبح إذا نحن بننظر لاتفاقية سايس بيكو فالشعب الفلسطيني موجود في دولته. من ناحية الوضع، إسرائيل كانت رغم كل هاي راحت لاتفاقية أوسلو، واتفاقية أوسلو مش بس اليسار كمان اليمين قبلها وبدي فيها. للأسف الشديد الإرهاب ما كان راضي عليها وخرب للسلطة الفلسطينية كل شيء بادرت له، اللي هو ممكن كان يوصل اليوم لدولة. فنحن اليوم لما نحكي على أنه طلعنا من منطقة غزة إلى الحدود الدولية، لا هذا ومع هذا مستمرين يعملوا الحروبات هناك. نحن في الحدود الدولية في 67. وبعدين موضوع اللي كل الإرهاب بدي مش في 67 بعد الاحتلال، الإرهاب بدي قبل عرفات كان عند جمال عبد الناصر بعد